ما في شيء صاير اليوم بلبنان جدا رايقة، بالجنوب والعانة، بالجنوب والعانة. بس بلبنان مش كتير، يعني في اخبار عشوائي ما كنتش رح اعمل فيديو. يعني لو ما البيك كان اكتف على اكس صار له يومين بيني وبينكم ما كنتش طالع. الاخبار بلبنان اليوم شو الاخبار بلبنان؟ انه بدهم ينقلوا النازحين من شارع ببيروت لشارع تاني، وهيدي العالم عم بتشارع اذا بينقلون ولا لا. هيدا اكثر شيء عم بيصير اليوم بلبنان. علق عليها الوليد مش باول صورة، هيدي اجت من يومين. اللي عم بتشوفوه هون بتلاقوا مثل كأنه في طبيعة. هيدي غيبة الأرز، هيدي أرز الشوف. صورة حلوة عن طبيعة، أرز الشوف لذيذة. إذا بتلاحظوا هونيك في غزالة، غزالة ورايقة جدا، رايقة الغزالة لدرجة مع البلس وان تبعولها. ليكوا شو رايقة، في شمس شارقة من الغرب مش من الشرق. هيدي نزلت من يومين. اللي نزلت اليوم ما بتشبه ابدا. الصورة تبع اليوم فيها كذا حيوان، ومش عم نحكي عن الغزالة بقى، ومناش رايقة ابدا. فيها شي 3 حيوانات فايتين ببعضهم، مش معروف اذا شي وحش خارجي ولا داخلي ولا هايبرد، متشابكين ببعضهم مش عارف. بتخوف هيدي الصورة تبع اليوم. انا سمت لي بدني اول ما شفتها، قلت انا هذا الوليد منوش رايق اليوم. وببين من السياق شو كاتب فوق الصورة، حكي عن سياسة تدمير وسياسة تهجير ووزارة شؤون اجتماعية ومراكز ايواء ومدري شنو، وفتح على وزارة التربية كمان. ليك عم بربط بين الصورتين. هلا بركي عم بيقترح على وزارة الشؤون الاجتماعية انه طايلع النازحين عندي شوف في شجر وشمس وارز وفي غزالة رايقة كمان. بركي بيطلعوا لتكون رايقة الاوضاع شوي. ليكو بحطش بدمتي، هيدا انا عم بحلل، ما بعرف اذا هو قصده هيك. المهم رح اختم معكم بشي ما إلوش علاقة بلبنان. لفت لي انه هون وزير الداخلية تبعول باكستان عم بيعبط وزير الخارجية تبعول ايران، والعبطة طولت شوي. ذكرتني بالعبطة تبعول الفرنساوي والتليانية. انتبهوا، انتبهوا لما تبوسوا لايف اون كاميرا، لما تعبطوا انتبهوا من الديوراسيون، في عالم عم تتفرج. ما بعرف شو بدي احكيكم عن بكره اذا ضل الوضع هيك. عندي ديت عشية بمونتريال بكره، فيني اجي اخبركم عن ديت. يلا اوكي، يلا باي.